مرحبا بكم من جديد ونمر الى رياضه الكاراتيه وما ادراك ما رياضه الكاراتيه. معايا البطل السابق حنبال على باش يحكينا مرحبا شويه استاذ على سامي، شكرا على عيش. الاستضافه ويعطيك الصحه. لا قبلتني في المنبر هذا. مرحبا بك. شكرا. حنبال، عديد المشاكل تشكو منها الجامعه التونسيه للكاراتيه ابتداء من 2011 2012 حتى لتوا، يعني تعاقب مكاتب جامعيه وامور شرعيه فامور غير شرعيه. احكينا شويه على المشاكل هذه نتاع الجامعه التونسيه للكاراتيه، خصوصا كونك ترشحت في السابق وما زلت مترشح لحد الان وعندك عديد المشاكل مع الجامعه. شكرا استاذ. باش نحاول نكون برقي وسريع ومباشر، لانه صحيح وضعيه الجامعه اصبحت معقده على مستوى قانوني. الجامعه التونسيه للكاراتيه هي من اكبر الجامعات على مستوى عدد المتعاطين، تقريبا يوصل 30,000 متعاطي. حاليا الجامعه ما فيهاش حتى 2000 مجاز منخرط مع الجامعه هذه، والسبب معروف، لانه في تعقيدات كبيره وفي مشاكل كبيره باش نخوضوها بسرعه. الجامعه هذه في 12 فيفري 2012 صارت اول انتخابات تاريخيه للجامعه. الهيكل هذا كان خاضع لمنظومه التعيينات. سامحني يعني حنبال، في فيفري ولا في ماي 2012؟ 12 فيفري 2012 تحديدا، اول انتخابات ديمقراطيه شفافه بمنظومه القائمات. الجامعه هذه كانت خاضعه لمنظومه التعيينات، يعني ترأسها طيله 14 سنه السيد بشير شريف. بعد الثوره طلب شرعي، قال لك لما لا رؤساء النوادي نقوموا بانتخابات فما قرار هنا حنبال مرسوم عدد 66 ل 2011 بإعادة انتخاب كل مكاتب الجامعات. هذا هو أيوة. انت واضحه الصورة. واضحه. أيوة. يعني ونعتبروه المرسوم هذا يكون المنطلق نتاع هذا هو المنطلق الحديث أيوة. بتاعنا. يعني احنا أيوة. الحديث الكل في اطار المرسوم المرجعي 66 اللي نعتبروه مكسب من مكاسب ما بعد الثوره، لانه تعرفوا سيادتكم قبل كيفاش كانت تصير منظومه المكاتب الجامعيه ونحطوا اصحابنا معروفه. استبشرنا خير. وبين قوسين نذكر بشويه، في 2011 مارس 2011 تمت عمليه سحب الثقه من السيد بشير الشريف، وكان في الوقت هذاك السيد الوزير سي محمد علولو، وما قصرش السيد الوزير، استقبلني وطلب مني طلب واضح. قال لي بما ان احنا الاستقالات نتاع الناس المعينه قدامي، لما لا نعينوا اشخاص اخرى قادره تقدم الاضافه. بكل صدق طلب مني باش نكون من ضمن الاشخاص المعينه. رفضت بكل لطف، لاني انا من الاشخاص اللي نحب ندخل الجامعه بمنظومه الانتخابات وليس التعيين. ويعطيه الصحه السيد الوزير السابق قال لي الموقف يحسب لك. بعد اسبوع تقريبا صار تغيير وزاري، جاء السيد سليم شاكر اللي هو حاليا وزير الماليه، وطلبني بالهاتف وكان كلامه واضح. قال لي سي حنبال، ثم المرسوم المرجعي مش يصدر في 14 جويلية 2011، ننتظروا ونقوموا بانتخابات ونخليه في الوقت الحاضر اقل تعقيد واقل تونسيون كما نقولوا احنا للمنتخبات نتاعنا. ويعطي الصحه كان نعتبره قرار في بلاصتو. وخذنا انتخابات 12 فيفري 2012. مع شكون خذناها مع المكتب القديم، اللي فعلا بقيه مكتب سي بشير شريف قعدوا في المكتب وحضروا الجلسه الانتخابيه من داخل. دخلنا 3 قائمات. قائمه سي منير المعروفي اللي هو عضو من اعضاء سي بشير الشريف، القائمه اللي ترأستها، والقائمه نتاع سي خميس قاسم اللي هو تو حاليا موجود في الجامعه، وتو نفهموا كيفاش وصل للجامعه حاليا. النتائج الاتيه: القائمه نتاع سي منير المعروفي كانت 135 صوت، القائمه اللي ترأستها انا 122 صوت، وقائمه سي خميس قاسم 43 صوت. بعد ما شاهدنا عده تجاوزات يوم الجلسه عديده، مش ندخل توا في التفاصيل، رفعنا قضيه في المحكمه الرياضيه، قضيه واضحه لمدى قبول شرعيه القائمه نتاع سي منير المعروفي، والقضيه كانت لصالحنا وانصفنا القضاء الرياضي. بالله سامحني انا حنبال، علاش وقع الطعن في القائمه نتاع منير المعروفي كونه انتخب شرعيا معناها حسب الانتخابات؟ علاش وقع الطعن هذا في القائمه نتاع منير المعروفي؟ سؤال وجيه. احنا طعنا في مدى المشروعيه القانونيه لقبول القائمه من طرف اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات، وكنا عددنا النقاط والخروقات الشكليه. ما نحبش نخوض، ظهر لي الملف كبير برشا وفيه يعني تجاوزات ترتقي حتى للتبعات الجزائيه، ما نحبش نخوض فيه. احنا خلينا توا نقدموا، نحبوا نبنيو.
وأنصفنا القضاء الرياضي. منطوق الحكم واضح وصريح. شو يقول؟ إسقاط قائمة السيد منير المعروفي ورفض آثارها القانونية وإحالة الملف للهياكل المختصة. شكون الهياكل المختصة؟ التي تعنى بالشأن الانتخابي. يعني المحكمة ما تنجمش تجي تنصبك مباشرة تقول القائمة الثانية تاخذ مكان القائمة الأولى. ثم هيكل المختصة هي المشرع واضح في تونس، ما مجال للضبابية في الرأي إلا اللي يحب يوجه ويأول لأسباب باش نحكيو فيها بإذن الله اليوم. القرار كان واضح وصريح، والنظام الأساسي نتاع الجامعة لو دستور الجامعة يقول القائمة الفائزة هي القائمة المتحصلة على أكثر عدد من الأصوات. يعني القائمة الفائزة حاليا المدة النيابية 2012-2016 هي القائمة اللي ترأستها، قائمة فيها أبطال عالم، فيها كوادر تشغل في مؤسسات بنكية بترولية إشعاع دولي، ناس قادرة تقدم الإضافة. الوزارة عايدة زوز مكاتب وقتية وقتها واضح. اللي صار على غاية من الغرابة نجيب العراب والعراس ومراد الحاملي واللي صار على اعداد لا مش نحكيو فيه، هو يعني فرصة اكتوبر 2014 لا هو ملف اصبح مضحك. ايوه مسلسل ولا لا مسلسل مكسيكي، ومش نشوفه اذا كان ما فماش اراده فعلا باش الملف يتحل. خاطر ماناش باش نوخروا، لانه القضاء الى حد اللحظه هذه قاعد ينصف فينا، وحتى القضاء الدولي اللي هو الاربيتراج سبورتيف احنا ما نحبوش ندوروا القضيه. هذا خلاف تونسي وعندنا الكفاءات وعندنا المسؤولين وما يخدمش تونس. ومش نقولوا شكون المشكله، ما عندها حتى علاقه بالوزاره بين قوسين. المشكله موجوده في اللجنه الاولمبيه، تحديدا رئاسه اللجنه العليا المشفى انتخابات. انت مشيت زاد اتصلت بسي محرز بوصيان رئيس اللجنه الاولمبيه؟ اكيد اتصلت به واستقبلك مرتين في المكتب نتاعو على ما اظن. اكيد حتى تحكي معاه وكذا، لكن شنو هي النتيجه؟ النتيجه الاتيه. اولا سي محرز بوصيان رجل قانون ومحامي، وما شاء الله عليه انا ترشح حتى الانتخابات الرئاسيه، انا رزق فصل الخطاب ويتكلم مليح ونقدروه ونحترموه في هذا. تبقى وقت القوانين تكون واضحه والقواعد القانونيه واضحه، يقول لك المخطئ لا يستفيد من الخطا نتاعو، الناس نخرجوهم بسلطه القانون، انت تتعامل معهم بسلطه التعيين، تصرفك خطا، نحترموه. سي محرز بوصيان كرجل موجود حاليا في منصب سيادي ودستوري اللجنه الاولمبيه، يعني مرفق على غايه من الاهميه في الرياضه التونسيه، وفي الفتره الاخيره حسينا به تقريبا حتى قبل ما يتعين اول وزير غير مؤقت بعد الثوره سي ماهر بونفيا، تقريبا هو الفاعل الرئيسي في المجال الرياضي، رئيس لجنه اولمبيه، رئيس اللجنه العليا مشفى انتخابات، الموجه الحقيقي تقريبا لقرارات المحكمه الرياضيه، والدليل الملف نتاعك لم يطبق حاليا. يعني الشخص هذا عنده شأن باع وذراع في القرارات اللي تصدر في الماده الرياضيه. هي ما مصلحه معناها اللجنه الوطنيه الاولمبيه ولا راسها سي محرز معناها باش تعطل المسار الانتخابي الشرعي. ثم اسباب، يعني احنا نتحدثوا قدام التوانسه، والتونسي ما شاء الله ذكي، معناها مش به. احنا كي نجيو نقولوا له سي محرز كتبناه بعد قرار المحكمه، قلنا له يبارك فيك المرسوم واضح، الفصل 5 يقول مهام التصريح نتائج الانتخابات هي مهام ترجع لسيادتك انت كرئيس لجنه عليا مشفى انتخابات، واضح. نقراو المرسوم نعرفوا نقراو بالعربي، خاطبناه مره 2 3 بمراسلات قانونيه ما جاوبناش. اكثر من هذا ناس خرجناهم كما قلت لك بقرار قضائي يرجعهم ويتعامل معهم. سي منجي بوالعراس اللي هو مساعد وكيل الجمهوريه ونحترمه ونقدروه، الا انه نزيد نعاود ونذكر الشخصيات هذه كما سي منير المعروفي، التجاوزات اللي موجوده في الملف نتاعو لا داعي باش نذكرها ويعرفوها الناس اللي تتبع في الملف، كيف زاد سي منجي بوالعراس يعرف الملف نتاعو، مانيش باش نذكر انا تو التفاصيل هذه. سي منجي بوالعراس في 13 ماي 2014 في المده هذيك يقول انا باش نعمل انتخابات، احنا ناس خرجناهم بالقانون يحب يعمل انتخابات. اكيد الاعلام وسيادتكم تحركوا، اتصلوا بينا، اتصلوا بالاعضاء القائمه نتاعي، استدعتنا قناه نسمه وكان منبر وجهنا فيه المعلومات هذه. وقتها سي محرز بوصيان تصرف، اوقف الانتخابات، اجلها في مرحله اولى وبعدين اوقفها واستصدر قرار وطيح القائمات المترشحه اللي احنا قلنا له من الاول هي القائمه طايحه، من بعد بخط ايده هو ياخذ القرار هذا. هي لما حاله من التخبط. بعدين شنو يصير؟ الوزاره مش تخلي فراغ هيكلي، الوزاره تحركت
الصوره مش واضحه. سي محرز بوصيان يمتنع على التصريح بالنتائج. الوزاره شافت من الصالح كون يتعين مكتب وقتي. المكتب الوقتي وقع تعيينه نهار 25 جوان 2014. مدة الصلاحيات نتاعو 3 أشهر تحديدا، يعني 25 سبتمبر يغادر المكتب هذه. لم يغادر المكتب هذا، كاتبناهم مديناهم بالوثائق، مديناهم بقرار المحكمة الرياضية الذي وقع تأييده بقرار محكمة الاستئناف، خاطر لو خيان مشاو طعنوا فيه خسروا، يعني وقع تأييده مرة ثانية. في الوقت هذاك نبهنا عليهم قلنا لهم يبارك فيكم نسقوا مع السيد رئيس اللجنة العليا خلي يخرج القرار التصريح بالنتائج. ما كانش عندهم الإمكانيات، تحدثوا معايا بكل صدق، لكن ما كانش عندهم، هما ما كانوش أصحاب القرار. إلا يصير وأنا نعتبرها هذه تحدي صارخ للمؤسسة القضائية في تونس، نستصدروا قرار نهار 16 أكتوبر بإيقاف جلسة انتخابية نتاع نهار 19 يتم ضربها عرض الحائط، يعني قرار وزير العدل هذا قرار استعجالي. تحركت أكيد الإعلاميين والصحفيين والمنابر في عدة قنوات وتحدثنا وتكلمنا ولا حد رد علينا، نتحدثوا احنا نقولوا في الحقائق هذه كلها حتى حد ما هو قاعد يرد. إلا أنه أنا تو تقريبا باش نعمل شوية المحامي لسي محرز بوصيان باش نعطيه حق الرد اللي هو قالوا في جريدة الشروق. ايش يقول في جريدة الشروق؟ يقول سي حنا الجغام شخص جاني مرتين من قوسين يعرف، إذا كان جاي يعرف المجال الرياضي، هو ممكن جاء 2009 لجامعة التنس. أنا بطل دولي، عندي أكثر من 75 ميدالية دولية، عندي وسام الاستحقاق نتاع الجمهورية، وحاليا الرئيس الشرعي للجامعة التونسية للكاراتيه، مش شخص جيتو مرتين. وقال حنا الجغام يريد ان يكون رئيسا للجامعه دون موجب حق، وقد تم تعيين 5 مكاتب جامعيه بعد رفض خوض الانتخابات. اولا الكلام مش دقيق، مش 5 مكاتب، كلامي ادق في تسلسل، يعني الملف نعيش فيه حاليا اكثر منه، يعني مجال الكاراتيه نعرفه اكثر منه، وهذا ملفي وملف القائمه اللي نترأسها، يعني اكثر دقه منه في النقطه هذه. وش يقول جملة على غاية من الخطورة، يقول أنا المحاكم المدنية التونسية لا أعترف بها. تعرف الكلام هذا كلام خطير. نتصوروا احنا رئيس لجنة أولمبية في فرنسا ولا في إسبانيا يصدر كلام كما هذا، أنا ما نتصوروش يواصل في المنصب نتاعو في الأيام القادمة، لأنه مبادئ دولة ومقومات دولة القانون يحسب عليه هو. أكيد لا أنا نقول فيه الكلام هذا، هو على لسانه هو رد، أكيد على لسانه هو كذلك حق الرد. سي محرز بوصيان وسيمون جيبو العراس وغيرهم معناها عندهم حق الرد باش يردوا علينا، مرحبا بهم. لكن احنا عندنا وثائق لهنا، عندنا وثائق. كان تعطيوني شويه او الملف تاع حنبال معروض على وزير الشباب والرياضه. سامي كان يتكلموا في الايجابي تو، هذا طرح الاشكال والتعقيد القانوني، يعني هي على غايه من البساطه. احنا مطالبين بتصريح، التصريح ما باش يخرج من ماي 2012 نتعاملوا مع اطراف اقصاها القانون. السؤال كيفاش نلقاو الحل؟ احنا بقصي نهار 23 فيفري 2015 استبشرنا خير بقدوم السيد الوزير، اول وزير غير مؤقت بعد الثوره سي ماهر بونفيير، وحطينا له في مكتبه الملف هذا. الملف على غايه من الوضوح، قلنا له كلمتين: التفضل بتطبيق الفصل 6 من المرسوم المرجع 66 اللي هو يقول كلمتين: الوزير مكلف بتطبيق المرسوم. في حاله تتعذر على الرئيس اللجنه العليا اللي هو سي محرز بوصيان لم يمتثل قدام قرارات قضائيه، قرار الكناس ما عجبوش، قرار محكمه الاستئناف ما عجبوش، قرار ايقاف التنفيذ ما عجبوش، يعني ما ظاهر لي ما يثيرش الريبه واضحه، يعني واضح سي محرز بوصيان عنده جماعه يحب يكون يموقعهم في المكان هذا. احنا توا كما قلت لك ننتظروا في الاجابه من طرف السيد الوزير، لانه ثم اون هيرارشي دو لا ديسيزيون. السيد الوزير في قمه هالبيراميد دو لا ديسيزيون، والمشرع التونسي واضح، الفصل 6 جاء بعد فصل 5. احنا توا الطلب نتاعنا واضح وصريح، قلنا السيد الوزير هو الشخصيه الدستوريه الوحيده المكلفه بتعديل خلل اجرائي اصدر من في بعد ما تعذر التطبيق التلقائي لمقتضيات المرسوم 66. الطلب نتاعنا واضح الطلب نتاعكم، لكن زاد المكتب الجامعي اونت بارونتيز شرعي معناها الشيخ ما يسقاس اللي فاز ب 145 صوت هكاك. باهي
سي خميس قاسم هو بين قوسين تخلى الانتخابات اول انتخابات اللي نعتبروها شرعيه اللي هي نتاع 12 فيفري 2012 اختلاف ما بين قرار ضمن بوجود اختلاف ما بين ما تم ادراجه في التقرير المالي. نحكيو هنا على الجانب المالي. فما اتهامات بفساد مالي ولا؟ واضح. شوف ايوه استاذ سامي، ثم نقاط جانبيه، انا بالنسبه لي كان نخوضوا في ملف الفساد المالي مش باش نخرجوا من هنا، انا جينا هنا نحبوا نبني. لا باش نمروا عليه باش نذكروها اكيد لكن لا مش نحكيو فيها. فما اقرار معناها فما اكيد لا مش تحدثوا فيه معنا ما نخبيوش. شوف سي سامي بربي فرصه خلينا نقولها مباشره، احنا راهو الاعلام في بلادنا هذا هو المكسب اللي حصلنا حتى شيء في تونس الى حد الان. ننتظروا فعلا اصحاب السياسه تاخذ قرارات، خاطر توا لو كونستا نعرفوه، واقع الرياضه التونسيه نعرفوه، لكن توا حاجتنا بناس باش تاخذ قرارات. احنا تطبيق قانون يطبق احنا بعد تطبيق لقرارات المحكمه ما طبقناهاش. انا بالنسبه لي بي ايجال ار بوفوار سي ريسبونسابيلتي، يلزمنا ناخذ قرارات. اذا كان قرار قضائي والسيد يقول لك انا لا اعترف بالمحاكم العدليه، ماذا ننتظر؟ اون ان بروبليم دو ليدرشيب، هذا واقع. اذا كان ينتظروا فينا اون فا اونكور لي كاريسي دون سونس دو بوال، عهد ولا وانقضاء. لذا الفساد المالي اللي ما نحبش نخوض فيه، اذا كان انا نحكي لك شكون حسب رايك سي محرز بوصيان يساند فيهم، هي المجموعه القديمه نتاع سي بشير الشريف اللي هما اعضاء ومازالوا موجودين هذوما، وعندك انت الليسته. خي شنو الموضوع؟ الموضوع سهل، ثم كوادر، ثم رياضيين، ثم ناس تحب تقدم الاضافه، تحب تاخذ وقتها دون لو ديريجيزم سبورتيف، ثم ناس مش موافقه ما نخرجش.